العك اللي احنا شفناه ده؟ ايه القرف اللي احنا شفناه ده؟ هو فين النادي الاهلي؟ فين لعيبه النادي الاهلي؟ فين روح تيشيرت النادي الاهلي؟ فين الروح اللي كنا بنشوفها في كل ماتشات؟ لما تكون مغلوب بترجع تكسب، لما تكون متاخر في النقاط بترجع تكسب وتاخد الدوري. الفرصه جات لك من تاني، بس ازاي نمسك في الفرصه واحنا عندنا شويه لعيبه خوالات، لعيبه مش قد التيشيرت اللي هي لابساه؟ انا ما اعرفش انتوا جايبين اللعيبه دي منين ولا من انهي ناحيه. لعيبه بتاخد ملايين وما قدمتش للنادي الاهلي اي حاجه. ولا مين احمد سيد زيزو اللي انتوا رحتوا جبتوه ده؟ رحتوا دفعتوا فيه 100 مليون وهو اسوأ لاعب في النادي الاهلي. فين لعيبه النادي الاهلي؟ هي دي اللعيبه اللي نازله تثبت نفسها، هي دي اللعيبه اللي الفرصه بقت في ايديها، علشان كده نازله تكسب بيراميدز عشان تاخد الدوري. قلنا هنكسب بيراميدز وهنكسب الزمالك، والماتشات اللي بعد كده يبقى سهله علينا ونكسب وناخد الدوري بعد ما ينبي قدم لنا هديه. بس هديه ايه؟ احنا لعيبه عره وشويه لعيبه خوالات ما ينفعش تلبس تيشيرت النادي الاهلي. اداره فاشله راحت جابت لاعبين افشل وراحت جابت مدرب افشل. حسبي الله ونعم الوكيل في اداره النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي اللي ما يفقهش اي شيء في اي شيء. وعشان ما نخسرش شويه دولارات ضيعنا موسم كامل علينا. هو ده ياسر ابراهيم اللي كنا بنقول عليه جرينتا وكان بيكسبنا بطولات؟ ايه يا عم ياسر؟ مش عارف تباص الكوره؟ شتتها. من امتى انت بتعرف تباص الكوره او تطلع بالكوره من ورا؟ يا راجل شتتها. راجل بسببك دخل فينا الهدف الاولاني وركبتهم الماتش. ولا مين ياسين مرعي اللي مش قادر يجري ده؟ ياسين مرعي اللي مش قادر يقف على رجليه؟ ولا مين احمد نبيل كوكا اللي زي الزفت؟ ايه يا جدعان؟ مين اللعيبه دي؟ فين لعيبه النادي الاهلي اللي كانت بتخاف على النادي الاهلي؟ فين لعيبه النادي الاهلي اللي كانت بتخاف على تيشيرت النادي الاهلي؟ رجعوا لنا اللعيبه الرجاله اللي مش جايه تاخد ملايين، رجعوا لنا اللعيبه الرجاله اللي جايه النادي الاهلي عشان تاخد بطولات، رجعوا لنا قفشه وحمدي فتحي واكرم توفيق، رجعوا لنا محمد عبد المنعم، رجعوا لنا اللعيبه الرجاله اللي كانت داخله النادي الاهلي عشان تكسب. فين اللعيبه دي؟ فين روح النادي الاهلي؟ فين روح تيشيرت النادي الاهلي؟ فين التيشيرت اللي كان بينزل يخوف اي حد؟ يشوفوا بس التيشيرت الاحمر ركابهم بتخبط في بعض. خلاص ضيعتوا هيبه النادي الاهلي وضيعتوا قيمه النادي الاهلي. بنخسر من شويه ارزاقيه، بنخسر بسكور، بدل ما قلنا الفرصه جات لنا تاني والدوري بقى في ايدينا ومش مستنيين حاجه من حد. نكسب بيراميدز ونكسب الزمالك ونكسب المباراه اللي جايه وهناخد الدوري وهنلعب افريقيا. انما دلوقتي لا هتاخد دوري وممكن كمان ما تلعبش افريقيا ولا تلعب كونفدراليه لو طلتها اصلا ان انت تلعب كونفدراليه. دي اشكال تلعب في النادي الاهلي؟ دول شويه خوالات ما يستاهلوش يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. حسبي الله ونعم الوكيل في اداره النادي الاهلي، حسبي الله ونعم الوكيل في دي لعيبه وفي ده مدرب فاشل